هو لو حضرتك مرتبك 20,000 جنيه في الشهر، مش ده يعتبر إلى حد ما مرتب كويس؟ طب واحد مرتبه 20,000 جنيه وعايز يجيب شقة، الراجل عايز يجيب شقة يعيش فيها، ما تيجي نحسبها كده نشوف اللي مرتبه 20,000 جنيه ده ممكن يجيب شقة ازاي؟ تعال نقول مثلا هتشتري شقة في العاصمة الإدارية، مش هقول لك في التجمع والأسعار عالية وبتاع، تعال نحسبها مثلا في العاصمة الإدارية. أقل شقة في العاصمة الإدارية دلوقتي بتتكلم في 4 مليون جنيه. لو حضرتك استقطعت نص مرتبك يعني 10,000 جنيه وال 10,000 التانيين بتعيش فيهم، أنا هفترض يعني إنك هتعرف تعيش بال 10,000 التانيين. عارف عشان تجيب شقة في العاصمة الإدارية ب 4 مليون جنيه وتدفع قسط 10,000 جنيه، عارف محتاج كام سنة؟ 32 سنة. يعني اللي عايز يشتري، لو واحد مرتبه 20,000 جنيه وعايز يشتري شقة وقطع نص مرتبه حطه اقساط عشان يجيب شقة في منطقة المفروض لسه أسعارها ما غليتش، محتاج 32 سنة. طب وبعدين يعني معلش، يعني أنا بشتغل في العقارات وبسوق وحاجات بملايين و30 و50 مليون والكلام ده كله، بس أنا برضو شايف معاناة الناس عاملة ازاي، وشايف الموضوع بقى بيصعب اكتر واكتر على الناس ازاي. معلش، متوسط دخل الفرد في مصر كام؟ هنا لازم الدوله تتدخل. في اوروبا وفي امريكا في حاجه اسمها تمويل عقاري، صح؟ اللي بيشتري شقه ما بيبصش سعرها كام، بيبص هو هيدفع اقساط قد ايه، وبيبقى عارف ان هو هيدفع قسط كذا. حضرتك عندك في مصر تمويل عقاري؟ عندك تمويل عقاري، بس لازم الشقه تكون مسجله. طب ما هو 99% من الشقق في مصر غير مسجله في الشهر العقاري. تلفها له من الناحيه الثانيه، التمويل العقاري فيه، بس لازم تبقى مسجله. طب فين العقارات لا، ما فيش عقارات مسجله. لما طلع قرارات ان يبقى فيه تسجيل، طلعت اجراءات تعسفيه عشان الناس تسجل عقاراتها، وما ينفعش في الاخر. ما عندكش عقارات مسجله، فبالتالي ما فيش تمويل عقاري. ما هو انت ما فيش حل غير الراجل اللي عايز يشتري شقه ده لازم يقعد 20 30 سنه يدفع اقساط. طب ما يبقى في تسجيل للعقارات من غير اجراءات تعسفيه، ومن غير ما كل حاجه تطلع قرار يبقى الهدف منه مش التنظيم على قد ما الدوله تاخد فلوس. لازم بيبقى في مكان واحد كل الناس تسجل عقاراتها. انا عندي شقه عايز ابيعها، اروح المكان ده ابيع شقتي، والراجل المشتري يستلم عقده وتبقى مسجله ومثبته قانونا وشكرا. لكن اروح ابيع شقه، اروح ارفع قضيه في المحكمه، هي المحاكم ناقصه، ارفع قضيه صحه توقيع وارفع قضيه صحه ونفاذ. طب ليه؟ كل العقارات في مصر ماشيه بالشكل ده. والمطورين، الراجل اللي عايز يبيع شقه لازم يروح للمطور، المطور ياخد منه مصاريف تنازل قد كده عشان يتنازل له عن الوحده، والدوله لغت مصاريف التنازل وقالت هاخد بدلها تصرفات عقاريه عشان الدوله تاخد تصرفات عقاريه وخلاص. طب ما مش حضرتك بتاخد تصرفات عقاريه؟ طب ما تسجلها. هو مش حضرتك خدت ضريبه ان واحد باع شقته؟ طب ما يبقى في تسجيل للشقه اللي اتعمل عليها تصرفات عقاريه دي. ولا هو باخد تصرفات عقاريه وخلاص؟ وحتى لما الدوله خدت تصرفات عقاريه رجعت برضه مصاريف التنازل تاني وكأن شيء لم يكن، فبقى اللي بيبيع بيدفع تصرفات عقاريه وبيدفع مصاريف تنازل. الراجل اللي مرتبه 20 او يا سيدي 30 الف جنيه يجيب شقه ازاي؟ مش هقول لك بقى كمان اللي مرتبه 10 او 12 الف جنيه، اللي مرتبه 20 و30 الف جنيه يجيب شقه ازاي؟ اللي مرتبه 10,000 جنيه ده مش يجيب شقه، ده يعيش ازاي؟ زي ما بيتبني عماير وقصور وكومباوندات لازم يتبني قدامها شقق اسعارها قليله تبقى مناسبه للشباب. غير قصه ان اللي بيشتري عقار بيكسب والكلام ده، في بقى اللي عايز يعيش مش عايز يستثمر. الراجل عايز يعيش، عايز يشتري شقه يسكن فيها يعيش فيها. طب هيأجر شقه، بص شوف اسعار الايجارات وصلت لغايه فين. طب هو ولا عارف يأجر شقه ولا عارف يشتري شقه، طب يعمل ايه؟ لازم يبقى في تسجيل للعقارات، الغي مصاريف التنازل وخلي فيه تصرفات عقاريه، بس خد التصرفات العقاريه دي عن وجه حق، سجل له الوحده بتاعته. لازم تبقى الوحدات مسجله في الشهر العقاري، تبقى جهه واحده. مش هتعرف تسجل، يبقى سهل اجراءات التمويل العقاري عشان الناس اللي مش قادره تدفع قسط كبير تقدر تشتري شقه. اتمنى صوتي ده يوصل لاي حد مسؤول، واتمنى اي قرارات بتتاخد تتاخد وتتنفذ، لان القرار بيتاخد وخلاص.